الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فيسعدنا في هذا اليوم وفي هذه الليلة المباركة أن يكون أولى دروس والمحاضرات بإذن الله جل وعلا في هذه المحلة، محلة غدوة، في مساجدها، وهذه من البشائر الطيبة التي يفرح بها كل مؤمن لتبصير الناس في دينها ولتبصير الناس في دينها وفي أمور دنياها. فبارك الله في الجهود، وبارك الله في القيمين على هذه المساجد، وبارك الله جل وعلا في هذه المحلة وفي أهلها. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان. فاليوم بإذن الله جل وعلا نتكلم بصفتنا كهيئة الأوقاف بمدينة سبها أو أوقاف سبها بقسم الثقافية، الشؤون الثقافية والدعوية. فسيكون بإذن الله جل وعلا في كل أسبوع درسا أو اثنين بإذن الله جل وعلا. وسيبدأ معنا بإذن الله في هذه الليلة من درسنا الأول، وهو استقبال شهر رمضان للواعظ موسى عبد الله بن مريفق. ويكون الدرس الثاني بإذن الله جل وعلا بخطر السحر وطرق الوقاية منه. فيتفضل الشيخ موسى عبد الله مشكورا مأجورا، بارك الله فيه وسدده الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور والغبطة أن يجتمع المسلم بأخيه المسلم في بيت من بيوت الله يتعلمون العلم ويتذاكرون الإسلام، كل ذلك طمعا في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وهم يتذاكرون الإسلام، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نتذاكر الإسلام وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: قلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال: أما والله لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. انظروا بارك الله فيكم لفضل مجالس الذكر، فهي مجالس مباركة تنزل أو تنزل فيها السكينة، وتحف أهلها الملائكة، وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم ربنا سبحانه وتعالى عنده في الملأ الأعلى كما جاء في الحديث. لذلك على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على حضور مجالس الذكر والاستفادة وإخلاص النية لله في الظاهر والباطن. ثم أيها الأحبة، قبل الدخول في موضوعنا لا بد أن نعرف لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا،
إنما خلقنا لغاية عظيمة وحكمة جليلة، وقد أخبر سبحانه وتعالى عن الغاية من خلق الخلق في كتابه الكريم، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه هي الغاية من خلق الخلق، عبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة عرفها العلماء فقالوا: هي التذلل والخضوع لله محبة وتعظيما. وقالوا كذلك في تعريفها: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهي أول ما أمر الله به في كتابه، فقد قال كما جاء في سورة البقرة: يا أيها الناس، هذا أول نداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي إفراد الله عز وجل فيها والإخلاص له، لقول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، ولقوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد من الإخلاص في العبادة، فيصلي العبد لله ويصوم لله ويتصدق لله ويعمل جميع الأعمال الصالحة لله خالصة من شوائب الشرك ونحوها. ومن أعظم العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده عبادة الصوم، وجعلها الركن الرابع من أركان الشريعة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد فرض الصيام في السنة 2 من الهجرة قبل غزوة بدر. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وخص ربنا سبحانه هذا الشهر الفضيل شهر رمضان بفضائل عظيمة، منها على سبيل المثال فقط ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجل للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف أي رائحة، ولا خلوف فيه أي فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بل جعل الله سبحانه وتعالى للصيام بابا في الجنة يختص بأهل الصيام فقط، لا يدخله غيرهم، يقال له الريان. وكذلك جعل الله عز وجل من فضائل هذا الشهر أنه عندما يدخل تفتح أبواب الجنة في رمضان، وتوصد أبواب النار، وتصفد الشياطين، وينادي مناد لله سبحانه: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وله سبحانه عتقاء من النار كل ليلة كما صح بذلك الحديث. الآن ندخل إلى صلب موضوعنا، وهو كيف يستقبل المسلم هذا الشهر العظيم وكيف يستعد له. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان ضيف كريم وأيامه قليلة تمر سريعة، فالواجب علينا جميعا أن نحسن استقبال هذا الضيف وأن نكرمه وأن نقوم بحقه أتم قيام. فالناس أيها الأفاضل تنقسم في هذا الشهر، الناس بطبيعة الحال تنقسم في هذا الشهر الكريم، فمنهم من يستعد لهذا الشهر بالطعام والشراب وصنوف الملذات وكأنه شهر أكل وشرب، وصنف آخر يستعد له بالسهر
والعكوف على الألعاب والهواتف والنشاطات الرياضية وغير ذلك. وصنف موفق مسدد من الله سبحانه وتعالى يستعد لهذا الشهر بوضع جدول أو ترتيب لما سيفعله في رمضان من قربات وطاعات، فيقسم وقته بين القرآن وبين الذكر وبين الصلاة وأعمال البر ومساعدة الناس والمحتاجين ونحو ذلك. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الصنف. ومنهم من يمر عليه، وللأسف هذا الموسم العظيم كما يمر عليه أي شهر، يمر عليه كما يمر عليه أي شهر من شهور السنة، فيحرم نفسه من الأجور العظيمة والخيرات الوفيرة التي يحملها هذا الشهر لمن أخلص نيته لله سبحانه وشمر عن ساعد الجد في العبادة والعمل. فهذا الشهر شهر مبارك كما جاء في الحديث، والبركة كما عرفها أهل العلم كثرة الخير وثبوته. وجاء في الحديث الآخر كما مر معنا: يا باغي الخير أقبل. فعلى المسلم أن يقبل إلى الله في هذا الشهر ويستعد له ويعمل فيه عمل من لا يرجو أن يحضر غيره، فيصومه صيام مودع. وعلى المسلم أيضا إذا بلغه ربه سبحانه وتعالى شهر رمضان أن يحمد الله وأن يشكره أن مد له في الأجل حتى بلغ صيامه، ويكثر من حمد الله وشكره. وإذا رأى هلاله شرع له سنة أن يقول: اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان. هذا من السنة، أنك إذا رأيت الهلال أن تقول: اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، أي الهلال ربي وربك الله. إخوة الكرام، ومن الأمور المهمة التي نستقبل بها هذا الشهر المبارك الفرح بقدومه. تفرح بقدوم شهر رمضان وتعظيمه في القلوب، تعظمه في قلبك، فإن إظهار الفرح بمثل هذه العبادات من تعظيم شعائر الله. فلا يليق بالمسلم أن يستقبل هذا الشهر بالأحزان والأتراح وتجديدها وتذكر الموتى ونحو ذلك، بل الواجب على المسلم أن يفرح بهذا الشهر وأن يحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغه هذا الموسم العظيم الذي فيه من الخيرات والبركات ما الله به عليم. وكذلك من الأمور المهمة التي يستقبل بها رمضان التوبة النصوحة. الإنسان يتوب إلى الله توبة نصوحة في استقبال هذا الشهر من الذنوب والمعاصي. وقد جاء في الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكم من شخص كان مسرفا على نفسه بالذنوب والمعاصي، فجاء هذا الشهر فأحسن استقباله وتاب إلى الله من ذنوبه، فتحسن حاله بعد رمضان وصار من الصالحين. فهذا الشهر فرصة عظيمة لمن هجر القرآن أن يراجعه، ولمن ابتلي بالشرك والبدع أن يتركها ويستقيم على دين الله، ولمن ابتلي بالدخان والخمر والمسكرات وغيرها أن يقلع عنها إلى الله عز وجل. وكذلك من ابتلي بحب سماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات والأفلام والمنكرات أن يصلح حاله وأن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. فبإذن الله من حقق شروط التوبة فأقلع عن هذه الذنوب وندم عليها وعزم على ألا يعود إليها في قابل عمره، فبإذن الله تعالى ستقبل توبته ويتغير حاله ويصبح من الصالحين. وكذلك من الأمور المهمة التي في رمضان أن نحافظ على هذا الشهر. كيف تحافظ على رمضان؟ عليك أن تحافظ على هذا الشهر، وأن علينا أن نحافظ على هذا الشهر وأن نكثر من ذكر الله فيه وتلاوة القرآن. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند عند أحمد:
أي الصائمين أعظم أجرا؟ أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا، أكثرهم لله ذكرا. فالناس في هذا الشهر تتفاوت في الأجور بقدر الاجتهاد والتحصيل، فلا يضيع المسلم شهره بين النوم والغفلة واللعب، بل يحرص غاية الحرص على أن يكمل شهره وأن يؤديه على أحسن وجه لينال عند الله أجرا عظيما. وكذلك من الأمور التي ينبغي أن نهتم بها في استقبالنا وصيامنا لهذا الشهر الإخلاص لله تعالى. الإخلاص هو أس العمل وأساسه، فقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا على المسلم أن يصوم رمضان إيمانا بالله محتسبا أجر صيامه على الله، مخلصا في ذلك، ولا يصوم عادة أو يصوم عرفا أو مجاراة للناس أو اختبارا لتحمله ونحو هذه الخواطر السيئة التي تقدح في العمل، بل عليه أن يصوم مخلصا لله طمعا في رضا الله وأجور هذا الشهر التي أعدها الله للصائمين من فرح يوم اللقاء ومن دخول من بابه ونحو هذه النية الطيبة التي تجعل العمل صالحا. وكذلك من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعتني بها تحقيق الغرض من الصوم، وهذا الغرض هو تقوى الله سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتقوى الله سبحانه وتعالى وخشيته هي رأس الأمر، والتقوى عرفها العلماء فقالوا بأنها طاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله. وكذلك التقوى هي ترك معصية الله على نور من الله، يقصد بالنور العلم، يعني على علم، تطيع الله عز وجل على علم وتنتهي عن نواهيه بعلم. وهي ترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله، هكذا ورد عن طلق بن حبيب رحمه الله تعالى. لذلك على الصائم أن يصوم كذلك، ليس يعني يمسك عن الطعام والشراب والشهوة فقط، بل يصوم أيضا عن الذنوب والمعاصي وعن كل ما يخل بصومه ويغضب ربه، فيمسك لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والقذف والفاحش من القول، ويمسك جوارحه كذلك عن المحرمات من ضرب وأذى ونحوه، ويمسك قلبه عن إرادة غير الله بعمله وعن إساءة الظن بالناس وبغضهم لغير موجب شرعي أو حقد عليهم أو إرادة للشر لهم أو حسدهم ونحو ذلك من أدواء القلوب، عافانا الله وإياكم منها. فكل هذه الأمور إن حققها المسلم وانتبه لها فهي داخلة في تقوى الله سبحانه وتعالى التي هي الغاية من الصوم. وكذلك أحبتي الكرام من الأمور المهمة كذلك الاعتناء بكتاب الله في هذا الشهر، الاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الشهر هو شهر القرآن، لأن هذا الشهر هو شهر القرآن، وليس هذا معناه أن يهجر في غيره من الأشهر، ولكن لهذا الشهر مزية خاصة وعلاقة بالقرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ختم القرآن، فيدارس رسول الله بهذا القرآن العظيم. وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم يهتمون بختم القرآن غير مرة في هذا الشهر،
ويقولون إنما هو شهر القرآن وإطعام الطعام. فعلى المسلم أن يكثر من قراءة القرآن تدبرا وعملا به وتفقها فيه، ويحتسب على الله الأجر في تلاوته، ففي كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثاله، كما جاء في الحديث: لا أقول ألف حرف، لا ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ففي كل حرف أجر، والله يضاعف لمن يشاء. وكذلك يعني في ختام الكلام: وكذلك عليكم بالتفقه في الدين ومعرفة أحكام الصيام لتعبدوا الله سبحانه وتعالى على علم، فما عبد ربنا سبحانه وتعالى بمثل العلم، ما عبد ربنا سبحانه وتعالى قط بمثل العلم. لمن صحت نيته فعليكم بالإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله والتفقه في دين الله والدعاء والسعي في أعمال الصالحة والبر، فلا تحقروا من المعروف شيئا، أي معروف تستطيعون أن تعملوه في هذا الشهر اعملوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقال: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. وكذلك عليكم بدعاء الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم صيام هذا الشهر وإدراك ليلة القدر التي تأتي في أواخره، وهي خير من 1000 شهر. وإخوة الأفاضل، هذا ما تيسر جمعه في هذا المجلس المبارك، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا وإياكم صيامه، وأن يعيننا وإياكم على قيامه، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين فيه وممن غفر ذنبهم وحسن عملهم. كما نسأله سبحانه أن يديم علينا وعليكم الأمن والإيمان، وأن يصلح حالنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.